وندخل في يعني الحوار اللي بنشركه فيه مع ضيوفنا. امس يمكن تطرقنا او اول امس كانت حلقه احمد موسى. امس احمد موسى حلقه احمد امس اول امس كانت يوم تكلمنا عن مباراه المنتخب. تطرقنا الى تغريده كانت للنادي العربي، حساب الرسمي للنادي، ان كتبوا باقدام عرباويه الازرق الاولمبي يتاهل، وناقشنا هذه التغريده مدى يعني الاتفاق معاها او الاختلاف معاها. طبعا الاخ احمد اختلف مع الاخوان، اخوي ايضا الدكتور جاسم الهويدي ايضا اختلف معاي. انا كان لي راي وهم كان لهم راي ويحترم رايهم، لكن الاخوان في النادي العربي يعني يمكن زعلوا من رده الفعل، لانه مو من بس احمد او الدكتور جاسم، حتى الجمهور ايضا يعني هناك من انا كنت موجود، انا اتفقت وياك. انت اتفقت وياه؟ ما اذكر والله. مشكور يا ابو. عموما معنا اخونا العزيز حامد العلي، مدير العلاقات العامه، نائب مدير العلاقات العامه ونائب رئيس العلاقات العامه في النادي العربي، حاب يوضح نقطه. وايضا ان شاء الله بعد التوضيح راح نسال عن موضوع بندر وبدر المطيري، لانه ايضا موضوع خذ حيز من النقاش اليوم بعد ما اعلن النادي العربي عدم السماح للاعبين بالانضمام للمنتخب الاولمبي والمشاركه في الاسياد. ايضا حتى سلمان البوص اعتقد القادسيه رفض. عموما احنا نتكلم بالشان العرباوي. معنا اخونا حامد، صبحك الله بالخير اخوي حامد، ويا اهلا ومرحبا فيك. بدايه انتم كعرباويه ومسؤولين في النادي العربي، هل تراجعتوا عن هذه التغريده؟ هل تم الاعتذار عنها مثلا؟ هل تم مسحها، ولا ان شايفين التغريده ما فيها شيء؟ صبحت بالله بالخير اخوي ابو سعود، اصبح عليك وعلى الكباتن ضيوفك الكرام. حياك الله. واشكر قناه الديربي اللي دائما يعني سباقه في الاستماع الى الراي والراي الاخر، فلكم كل الشكر وللعاملين كذلك. الله يسلمك. طبعا التغريده يمكن خذت صيت جدلي ابو سعود في قضيه انه والله كلمه باقدام عرباويه وتاهل المنتخب الاولمبي، واكو ناس انزعجت. طبعا هي قله اللي انزعجت، ولكن انا لما طلبت حق الرد على مثل هذه التغريده طلبت من باب ان البعض وصف هذه التغريده بعبارات يعني ان صح التعبير ابو سعود هي عبارات غير لائقه بصراحه. ويعني كنت اربى مثلا باخواني دكتور جاسم الهويدي او كابتن احمد موسى في ان مثلا يصفون هذه التغريده بانها مثلا تغريده متخلفه او ارجعت الى الوراء. يعني مثلا كان تصريح اخوي احمد موسى بان هذه التغريده هي سبب دمارنا وما حد ردنا الى الخلف او ردنا جري مثل ما قال الا مثل هالتغريدات. وهذا الكلام غير صحيح. اليوم الانديه العالميه كلها من مانشستر مدريد برشلونه غيرها من الانديه العالميه كلها تتفاخر اذا عندها لاعب يلعب في منتخبها تحط اسمه بانه كان تسبب في هدف، تسبب في انتصار. وهذا محل مفخره لكل نادي قاعد يساهم في نشاط رياضي. هذا النشاط يعني يعمل على مثلا اعلاء سمعه بلده. هذا امر جدا طبيعي انا اشوفه. وانديه كثيره كويتيه ترى سبقتنا. الاخوان في نادي القادسيه مثلا لاعبين العاب القوه كانوا يحطون لاعب نادي القادسيه والمنتخب الوطني مثلا يحقق الميداليه الذهبيه في كذا كذا كذا. هذا الامر ما هو مجدرى ولا هو مرفوض. انا استغرب جدا من هذا المنطق، واللي تدخل في الولاءات واللي قال هذه مو وطنيه واللي مش عارف ايش. زج مثل هذه المصطلحات، مصطلحات الولاء والوطنيه في الميدان او الشارع الرياضي، انا اشوفه امر جدا قبيح وجدا مرفوض، ويتلفظ الشارع الرياضي اصلا ما يتقبله. احنا كل اللي قلناه انه باقدام عرباويه، يعني معونه لاعبين النادي العربي مع اخوانهم في بقيه الانديه. ساهم لاعبين النادي العربي ساهموا في هذا الانتصار، في هذا التعادل اللي اهلنا الى بطوله قطر. فبالتالي ما اعتقد ان المساله ابدا مثلت اي اشكال الا في ذهن البعض اللي يبي يعتقد انه يقدر يركب على ظهر النادي العربي ويبي يصرح بمثل هذه التصريحات الجدليه اللي ما لها معنى. وما اعتقد ان الشارع الرياضي اساسا تقبلها، بدليل انها حصلت على رتويت كبير وصار في هاشتاج تفاعلوا مع الناس اللي هو هاشتاج اقدام عرباويه. اعتقد ان المساله اكبر من قضيه النادي العربي وقضيه المنتخب الوطني. القضيه قضيه بلد.
نعم. قضيه ان لاعبين النادي العربي ساهموا في رفعه علم الكويت وسمعه بلدنا الكويت في الميدان الرياضي. نعم. بس حامد جزئيه انه يعني انه يركبون على النادي العربي هذه يعني شويه صعبه، ما تنقال لمن ينتقد هذه التغريده وجهه نظر يشوف انها مثلا يعني مثل ما تفضلت غير لائقه مثلا. سعود بس هو ما يقصد انه لما يختلف معاكم بالتغريده انه يبي يصعد او يبي ينشهر او يبي يعني حالها حال اي موضوع ترى مختلف او اي موضوع اخر يتم الاختلاف عليه حامد. وسعود انت تدرك تماما ان حامد العلي ما يتهم ابدا اي احد او اي شخص بذاته. انا اتكلم عن العنوان العام. انا بسألك سؤال يا ابو سعود وانا شفت دفاعك على التغريده. لان انا وجهه نظري لا زلت اقولها. نعم. ومصر عليها وما يعني ما استحي اني اقولها ما فيها شيء يعني في الدفاع عن هذه التغريده. بس انا ابي اسالك سؤال ابو سعود. تفضل. هل فعلا اليوم هذه التغريده هي سبب تخلف الرياضه الكويتيه؟ ان ما حد ردنا الى الوراء الا هذه التغريده اللي بثت من قبل مركز لا هو يمكن يقصدون الاخوان ان مثلا الولاء للنادي، الحب للنادي اكثر من المنتخب، او يعني الدفاع عن النادي اكثر من المنتخب هو سبب تراجع الكره. يعني وجهه نظرهم. ادري المركز الاعلامي وضع تغريده، هذه التغريده فيها فنيله منتخب الكويت وفيها ذكر المنتخب الاولمبي وفيها تفاخر بلاعبين اللي سجلوا الهدفين في المباراه. وين الاشكال في الموضوع؟ انا قاعد اتكلم من منطلق المركز الاعلامي الخاص بالنادي العربي. انا مو حساب الاتحاد الكويتي لكره القدم، فبالتالي لازم يراعى مثل هذا الامر. صحيح. ثاني شيء المساله تعدت مساله انه والله تفاخر بالنادي العربي وتجاوزت ذلك الى مساله الولاءات الوطنيه بسعود. هذا كلام خطير. لا يمكن لاحد ان يتهم اي. لا ما اتكلم عن برنامجك. لا ادري انا اقصد حتى برا ما نسمح لاي شخص ان يتهم اي مواطن كويتي، ما اتكلم عرباوي ولا اي مواطن كويتي يحب وطنه ولله الحمد. وشواهد كثيره في هذا الموضوع حامد. يعني اختلاق مثل هالامور هذه بسعود ما يفيد الشارع الرياضي، واحنا اليوم في فرحه التاهل. نعم. فاعتقد الانشغال او اشغال الشارع الرياضي بمثل هالتفاهات اعتقد ان امر يعني مرفوض واساسا مذموم ومو لصالحك انت كرياضي تتكلم فيه، بالعكس. طيب زين نبي نطلع برا هالجزئيه، في شيء بتضيفه حول هالجزئيه لان عندي موضوع اخر ما عليه بدخلك بموضوع اخر. حبيبي مشكور، رد ان شاء الله وافي وكافي اخوي حامد. وان شاء الله لا بدخل بموضوع بندر. موضوع ثاني. اوكي تبي شيء يعني انت تتكلم عن لا بتكلم على التغريده. تفضل. ان انا معاه 100% ما فيها ولا شيء نهائيا. يا ويلك من احمد موسى. لا رايي يطردك من الدوام الحين تو قاعد تقول انت كل واحد وجهه نظره. ما فيها شيء. وعندي شيء وانا عندي راي سعيد وعندي تعقيب. ما في شيء تغريد. احد الصحف الانجليزيه كتبت ليفربول 5 جيرماني 1. اللاعبين ليفربول بهالمباراه سجلوا 5 اهداف. واخوي حامد اضيف لك ترى مو عيب احنا نتحسس. شاب خلينا نضيف حق اخوي حامد. شوف حامد اول شيء صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والكرامه كابتن. بالسابق جيلنا او جيل اللي قبلنا ما كان موجود في عندنا مراكز اعلاميه او مثلا سوشيال ميديا. صحيح. هذه نقطه. النقطه الثانيه ترى هذا راح يكون دافع ايضا حق لاعبينك ما فيها شيء. طيب وفتره من الفترات كان في يمكن 7 أو 8 لاعبين من نادي كاظمه والكل عارف انه سبب من اسباب انه ناخذ بطولات وناخذ كاس الخليج باقدام لاعبين كاظمه. والتغريده ترى سليمه ولا فيها اي شيء. طيب ما حد كان يتضايق من انا بتكلم الموضوع بس بعدين خلينا نخلص. طيب حامد خلينا نتطرق لجزئيه بندر وبدر المطيري. شو اللي حصل اليوم؟ يعني احنا تفاجئنا ان النادي اساسا كان رافض. تفاجئنا ان القائمه لما تطلع قائمه المنتخب نشوف بندر مع بدر موجودين في القائمه، فالناس صار عندهم لبس. شلون النادي العربي يقول ما راح يروحون والاتحاد والمنتخب حاط قائمه اللاعبين فيها بدر وبندر؟ شو اللي صار اليوم حامد؟ شوف ابو سعود، احنا في النادي العربي لما نتعامل مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم ايا كانت الشخصية اللي تقود هذا الاتحاد نعمل بالمسببات الموجودة عندنا. احنا عندنا مشاركة خارجية ايضا لا تقل اهمية عن اي مشاركة خارجية لاي نادي رياضي كويتي قاعد يمثل سمعة الكويت في هذه المشاركة. نعم. فطلبنا من الاتحاد الكويتي لكرة القدم ان احنا عندنا عدد من اللاعبين ناقصين في التشكيلة بناء على عقوبات تم اقرارها في بطولة الاتحاد الاسيوي السابقة.
نعم. اللي هي في المباراه المشهوره اللي صارت مع نادي السيب العماني. نعم. فبالتالي احنا بحاجه لكل لاعب في مشاركتنا مع نادي الزوراء اللي المباراه اللي راح تقام يوم الاثنين القادم في البصره في ملعب جذع النخله. فبالتالي خاطبنا الاتحاد بان احنا نامل ان يشاركون لاعبينا معنا ثم يلتحقون مع وفد المنتخب. المنتخب حط التشكيله، ولو تلاحظ شال من التشكيله اسم لاعبنا حسين اشكناني. صحيح. ليش؟ لانه يعاني من اصابه. صحيح. فبالتالي ما حط اسمه يعني بقى على الاسماء الثلاثه الموجوده. نعم. وعبد الرحمن كميل بعد. وعبد الرحمن كميل كذلك من نادي الكويت، ايضا قالوا ان احنا بحاجته لان عندنا مباراه مع فريق الكهرباء العراقي، وكذلك عندنا مشاركه خارجيه ومهم وجوده كحارس اساسي. نعم. وكذلك سعد البوص سلمان فيما يخص عفوا سليمان البوص فيما يخص نعم. نادي القادسيه. نعم. حتى وان اختلفت الاسباب، انا قاعد اتكلم ان الانديه من حقها انها تتناقش مع الاتحاد، وخصوصا ابو سعود حطها بين قوسين، كثير من دول العالم في الاسياد ما يشاركون ترى بلاعبينهم الاساسيين، تدري ليش؟ نعم. لان تكون دورياتهم شغاله. صحيح. صحيح. فما حد يعترض ولا حد يشكك ولا حد يقول نادي العربي ليش مقصر مع المنتخب، او نادي مانشستر ليش مقصر مع سمعه انجلترا في الاسياد او غيره. لا ما فيها الكلام. احنا كل اللي طلبناه ان احنا بحاجه اللاعبين الاثنين، بحاجه جهودهم لمباراه الزوراء العراقي. اليوم طلع القرار، لو تلاحظون قلت الزميله الراي في حسابهم في تويتر، بان الاتحاد وافق على مشاركه بندر السلامه وبدر المطيري مع النادي العربي، ومن ثم الالتحاق مباشره مع الوفد مع وفد منتخبنا الاولمبي. حلو. وهذا دليل على رقي التعامل بين الطرفين، وان المساله ما كانت مساله نزاع، ولكن شويه ينطرون الجماهير حتى تتضح الصوره لهم من غير اي شوشره. طيب هذا توضيحك بخصوص الموضوع، صح؟ اخر جزئيه حامد، احنا قرينا ان الزوراء يعني ممنوع جمهورهم انه يحضر، بعدين قالوا لا في جمهور راح يحضر. بغض النظر ما نتكلم عن جمهورهم، خل جمهورهم، اتكلم عن الجمهور العرباوي. ما في نيه مثلا تعاون مع يعني شركه في باصات تودي حق الملعب مثلا ترجعهم نفس ما صار في كاس الخليج؟ ما في نيه لهذا الامر؟ ابو سعود كانت النيه معقوده، وعندنا الداعم الخاص بالباصات اللي هو تكفل بجميع الحافلات اللي تنقل الجماهير. حلو. ولكن صرنا ما بين مكاتبه ومكاتبه، وصلنا الى القنصل في جمهوريه العراق، القنصل الكويتي في جمهوريه العراق، وعطيناه الكتاب، وقام مشكورا بمخاطبه الجهات المسؤوله لاستثناء الفيز او لاستثناء التاشيرات كما حصل في كاس الخليج. فكثره الكتب والردود ما اسعفنا الوقت الى ان ننظم مثل هذه الرحله، لان ما تم استثناء الجماهير من التاشيرات. والتاشيرات دخلنا حتى في تقييم اسعارها المختلفه والمتضاربه، ما بين 200 دولار وما بين 78 دولار. فبالتالي مثل هالشوشره هذه او مثل هالتضارب في المعلومات خشينا على جمهورنا مثل البهذله في الحدود. تدري القضيه قضيه باصات وانتقال من مراكز حدوديه الى مراكز حدوديه، ما هي طيران. صحيح. الاسلم قلنا نوخر عن مثل هذا الموضوع، وتعويض الجماهير ان شاء الله في الرحله القادمه الى نادي الرفاع البحريني. ان شاء الله ان شاء الله. عموما شكرا لك، واحنا يعني مثمنين هذه المداخله والمشاركه اخوي حامد العلي نائب رئيس العلاقات العامه في النادي العربي، وشكرا للتوضيح. ممكن رايهم كذي بسعود، لكن يعني لا نكون حساسين وايد. يعني نقول احنا يمكن فتره من الفترات ترى جمهورنا واعي وعارف. فتره من الفترات كان نادي كاظمه في عدد كبير، فتره من الفترات كان لاعبين قادسيه بحدود 13 14 نادي عفوا 14 لاعب، وكان الجمهور عارف ان التاهل او فوز المنتخب عن طريق اللاعبين الكثر من بعض الانديه. لكن لا يصير هالامر ولا يصير فيه حزازيه. بالعكس بسعود اللي عمله النادي العربي اعتقد انه دافع حق لاعبينه وهو حر. وانا اتفق مع كلام ابو احمد انه لو الموقع الاتحاد هو اللي نتكلم عن اللاعبين بندر وايضا سمان العوضي، هني ممكن يكون في انتقاد، لان انت راح تجمع الكل. هذا اتحاد يشمل جميع اللاعبين، لكن لما يكون موقع من نادي عربي هو حر. وصارت ترى حتى في مدريد سجل فينيسيوس مع البرازيل، وطلع الموقع تكلم قال تاهل المنتخب من خلال اقدام فينيسيوس او اقدام مدريديه. فابو سعود يعني عاديه. لو صدقني ابو سعود هذا اقولها الحين، لو ان عندنا بالسابق مراكز، اعتقد لو احمد موسى كان موجود يمكن يسوي له تمثال احمد موسى. نعم.
تمثال حق احمد موسى على اللي يقدمه، لكن ما كان عندنا مراكز بثوث اعلاميه كبيره، ما كان عندنا مانشيتات، ما كان في تواصل يعني اجتماعي. تشبيه لان حرام التمثال نقول يعني مثال يعني تشبيه يعني انه يكون لاعب قدم حق الكره الكويتيه وايضا حق نادي العربي. فامر طبيعي وامر عادي، واتفق مع ابو علي لا نكون حساسين وايد في امور اكبر من على نفس الموضوع الحين هذا العمال اختيار بندر وهذا حق المنتخب النهائي. لو متفاهمين الاتحاد مع النادي العربي انه يلعبون ويروحون المنتخب، انا اخاطب النادي العربي يعني لو مو من حل اقول لا خلوهم حق المنتخب. منتخب خلينا نقلب مباراه الزوراء ولا شيء، العربي نضحي بمباراه الزوراء عشان المنتخب. شلون ما صار عين؟ ليش ما تقول ان انا اقول انا الحين وجهه نظرتي انا متفق على الكلام اللي كتبوه الموقع العرباوي على باقدام عرباويه، متفقين ما فيها اي شيء. واقول لو مو حالين مشكله بندر مع من بندر وسلمان وش اسمه بندر وبدر المطير لو مو حالينها انا اقول له حق العربي ضحوا بالمباراه الزوراء علشان المنتخب، خلينا يروحون المنتخب. بس زين انحلت بين الاتحاد والنادي العربي. هذا اللي هاي عشان الكويت. ابو بدر تبي تعلق سواء على موضوع التغريده او موضوع بدر وبندر؟ سعود بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع التغريده انا يعني كنت شايف الحلقه مالت الربع، التغريده عاديه ابو سعود ما فيها شيء يعني امور يعني هذا اول شيء. النادي العربي لعيبتهم وبكيفهم، لو الاتحاد كان مطلع يعني التغريده هذه ممكن له كلام ثاني، لكن من حقهم يعني. ودائما تصير عندنا القادسيه او الكويت او الانديه الثانيه او كذلك الجهره بعد لاعبين المنتخب كتبوا انه في اقدام لعيبتنا. ايش المشكله يعني؟ ما اعتقد فيها مشكله، وليش نكبر الموضوع بس؟ احنا بنفرح، احنا بنتسنع امورنا، احنا جايين على الموضوع هذا يعني مشاكلنا الحين على هذه. الشيء الثاني موضوع بدر وموضوع بندر يعني بسعود يعني انا قبل شوي سمعت كلام رئيس الاتحاد في برنامج يقول تفاهمنا مع النادي العربي خلصوا، ولو مو متفاهمين مع النادي العربي لا يفترض ان اللاعبين يروحون مع المنتخب. هذا شيء طبيعي ما في كلام، ما يبي له كلام اصلا. طيب